نزلنا فيديو سابق عن ماكينة الموزر وشرحنا عن طريقة التزييت وكيف نحافظ عليه وما نستخدم الا زيت الماكينة. اجانا كثير من الاسئلة على الفيديو السابق، راح نجاوب عليها بهذا الفيديو. طبعا ماكينة الموزر في ناس حكت لي انه هاي مو اصلية، هاي تقليد. الماكينة اصلية رغم انها غير الماكينة هاي، ولكن اصلية. هذيك ماكينة لاحد الزبائن عملت له اياها، نظفتها ورجعت له اياها، ولكن هاي الماكينة عندنا بالمحل. الماكينة بس تلاقي محفور عليها ميد ان جيرماني بتكون اصلية. الماكينة التقليد بتكون صيني، خفيفة اصلا بالوزن، بتكون خفيفة. ما في ألماني تقليد وألماني أصلي، الألماني كله أصلي، التقليد هو صيني. بنرجع في ناس سألتني إنه في عندي أنا الماكينة فيها صوت عالي، شو السبب؟ إذا مثل الصوت هذا، البرغي اللي على الجنب أنا هسه طبعا شديته شوي، هذا ما بنشد للأخير، بنلاحظ الصوت راح لما رخيت البرغي. وإذا رخيناه زيادة للبرغي هذا كمان بيطلع صوت. نفس الفكرة، يعني انت اذا عندك الصوت بتشغل الماكينة ومن البرغي هذا بتشد فيه، بس يطلع صوت وقف. هو لازم يكون يعني تقريبا للنص بالشكل هذا، لا يكون داخل جوا كثير ولا يكون بارز كثير. هاي بالنسبة للصوت. اذا عملت العيار وما راح الصوت بتكون الماكينة اكل الصواب، يكون في مشكلة بالاسنان. وفي ناس كثير كمان كتبت لي طريقة سن الشفرات. طبعا طريقة سن الشفرات بدها مختص، حتى انا باخذها لعند لما تنضرب عندي شفرة الماكينة باخذها لعند ناس مختصة بجلخ المقصات والماكينات، سن المقصات والماكينات. مرة حاولت اني اعمل بالمحل اني اسن المقصات، ضربت الشفرة وخربتها. فهذا بحتاج لخبرة، مو اي شخص يشتغلوا في حجر خاص ليسن مشاط الماكينة وسن المقصات. وبالنسبة للماكينة لما تكون تقرص الجلد او تلسع الجلد يكون بدها عيار، بتكون الاسنان الشفرات قريبة كثير من بعض. كيف نعملها؟ بنحرر الشفرة هاي بنرخي البراغي ونقدم الشفرة الكبيرة نقدمها شوي لقدام، نخليها تبرز عن الشفرة الصغيرة لحتى ما توصل الشفرة هاي المتحركة للجلد. اذا وصلت للجلد بتقرص الجلد، فبنخليهم بعاد شوي عن بعض وبنعيرهم يكونوا الجهتين نفس المسافة ونفس الارتفاع لحتى تعطينا نفس الدرجة لما نحلق، ما تكون جهة زيرو والجهة الثانية تكون أخشن. وبنشد البراغي بعد ما نعيرهم. وزيت الماكينة بنحاول ما نستخدمه باستمرار، نرجع نكرر. هسه شغل المحل الماكينة لما تكون واقفة استخدام شخصي بدك تستخدمها كل اسبوع تقريبا 10 ايام، الزيت بينشف، فحاول ما تستخدمها. اما بالصالونات استخدام الماكينة بشكل يومي، فما بلحق الزيت ينشف الشفرات. فانا ما بنصح انه التزييت باستمرار لاستخدام الشخصي، نقطة صغيرة من فترة لفترة. ونحاول انه ما نلعب بعيارات الماكينة، لانه عيار الشركة بيختلف، لحتى ما تصير الماكينة تقرص الجلد معك او تصير جهة عالية وجهة واطية وما راح تعرف تعيرها. فسيب الماكينة مثل ما هي، بس نظفها من برا لبرا، نقطة زيت صغيرة بتكفي. يعني من فترة لفترة طويلة لحتى انك تحتاج انك تفكها وتنظفها من الداخل. مو في ناس كل حلاقة بده يفكها فكر حاله عم يعتني بالماكينة، بيروح فك الشفرات، بيروح بنظف الماكينة، برجع بركبها، وهيك بعد فترة صغيرة بتنضرب معه الشفرة. اذا وقعت منه الشفرة انضربت راح تصير فيها زنة وراح تصير تعلق الشعر. فما بنصح حدا يلعب بالماكينة بعياراتها ولا يلعب بأي اشي، بس يزيتها وينظفها من برا لبرا ويمسح الزيت اللي زيادة، وهيك بيكون امورها تمام. وراح تدوم معك الماكينة هاي كثير عملية. في ناس تقعد معها 10 15 سنة